يا ريت اقدر اوريكم الدي ام مسجز عندي على الانستجرام والفيسبوك، ما بين كل سؤال والتاني 10 اسئله بتسال: انا خايف اطبق التربيه الايجابيه وادرسها واقتنع بيها، اجي اربي بيها العيال تتدلع. وطبعا انا قلت كتير ان التربيه الايجابيه مش هي اللي بتدلع الولاد، فعشان كده حبيت ان انا اجمع النقط اللي انا اكتشفت انه انا نفسي كنت بغلط وبعملها، وبلاقي كتير اهالي بيغلطوا بيعملوها. هي دي اللي ممكن تطلع عيال فعلا متدلعه وعندها احساس مستفز بالاستحقاق. اول حاجه، حاول ان انت ما تخليش ولادك يشوفوك دايما حاططهم محور حياتك وبتلف حواليهم دايما. اولا هم محتاجين يشوفوا انه الحياه فيها حاجات كتيره جدا لازم نوزع اهتمامنا عليها، مش شرط بالتساوي ولكن نلاقي التوازن ما بين الحاجات دي كلها. ثانيا، انا لما اشوف ماما وبابا حياتهم كلها مقفوله عليا وما بيعملوش اي حاجه غير ان هم بيخلوا بالهم مني، هنا يبقى اتوقع ان العالم كله لازم يعمل كده. لو ما عملش كده يبقى انا ضحيه، يبقى العالم وحش ودخلنا في سيناريوهات سودة، وهنا بنطلع فعلا علم الدلع. تاني حاجه، خليك منطقي. في حاجات الولاد يقدروا يعملوها بنفسهم من اول سنه 3 4 سنين، محتاجين ان احنا نخلع ايدينا من حاجات بسيطه قوي، وكل ما بيكبروا كل ما بنزود مسؤوليتهم في الحاجات اللي يقدروا يعملوها، لحد لما يوصلوا لسن 16 17 لا دول ما شاء الله يقوموا بالبيت ويفتحوه. لكن كل شويه لا معلش استنى انا هربط لك الجزمه، لا معلش استنى انا هروق لك سريرك، الجو ده ما بياكلش وفعلا بيطلع عيال. عارفين مبدأ اللي هو تديله صباعك ياكل دراعك؟ هي العيال بتبقى كده. فنفرمل نفسنا هنا يا مهمهات عن ايه؟ عن المساعدة الزيادة بالذات للصبيان. تالت حاجة مهمة جدا، ان احنا ما نتقبلش قلة الادب تحت مسمى اصل دي عيال صغيرة مش فاهمة هي بتقول ايه، اصل ده سن مراهقة وطبيعي يكونوا عصبيين، رزع الباب في وشي معلش هيهدى وهروح اتكلم معاه. لا، لا، انا مش بقول ان احنا نتخانق معاهم برضو، ولكن لازم في اي وقت باي طريقة لازم نبين لهم ان ده خط احمر، واسلوب الحوار لازم يكون فيه احترام ما بينهم وبين بعض حتى لو انا وانت مختلفين في الرأي.